بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في احسن حال ان شاء الله. النهاردة بقى هنعمل مع بعض وجبة اقتصادية جميلة شكل وطعم وريحة. بصوا، جايبة من اخر الدنيا وبامكانيات بسيطة جدا ومش هتكلفنا 30 جنيه كمان. هنعمل ايه؟ هنعمل اجنحة الفراخ. اجنحة الفراخ هنعملها بصوص جميل جدا، لا مش بالصلصة العادية اللي احنا بنعملها، لا لا، صوص هنعمل لها صوص مخصوص النهاردة، وهتبقى وجبة كلها بركة ان شاء الله، وتكفي ولادك ويعني ولاد الجيران كمان ان شاء الله باذن الله وبابسط الامكانيات. بس ايه، الجناحة بتاعتنا تكون مليانة كده شوية، ونجيب كيلو جناحة او كيلو ونص جناحة على حسب عدد اسرتك وعلى حسب الكمية بتاعت اسرتك. جبتها طبعا، نضفت الريشه اللي فيها كلها تحت الحنفيه، لو فيها ريشه زياده ولا حاجه جبتها نضفتها. ممكن تكون عندك اجنحه كمان محوشاها في التلاجة او كده فبتطلعي. جبت عليها ايه، حطيت عصرت عليها ليمونه كبيره وحطيت شويه ملح وشويه دقيق عليها، وبدعكها بالطريقه زي ما انتم شايفين معايا كده. بمسك جناح جناح كده وادعكه بالطريقه دي زي ما انتم شايفين معايا كده، عشان لو في اي ريحه زفاره، لو اي ريم او اي حاجه كده بتطلعها على طول. كده بقى هشطفها بالميه وهسيبها تتصفى بالايه، بالمصفى، احطها في المصفى واركنها معايا دلوقتي. انا جايبه شويه خضار بقى، الخضار اللي انت تحبيه، عايزين نكتر الوجبه بتاعتنا كده وتبقى مبروكه وما شاء الله، والخضار يشرب من الصوص اللي هنعمله ويبقى اطعم كمان من حته الجناح او حته الفرخه اللي انت هتحطيها. جايبه بطاطس ومعايا كوسه ومعايا جزر. قطعت البطاطس كده متوسطه كده، والكوسه اقطعها مواربه كده شويه عشان تديني طول شويه، والجزر برضو نفس الوضع، اقطعه موارب كده شويه. شايفين سمك الكوسه عامل ازاي؟ يعني الكوسه تكون سميكه شويه عشان ما تهريش معايا، والبطاطس تكون ايه، متوسطه، يعني مش ايه، مش رفيعه ولا تخينه. هنبتدي نعمل الصوص بتاعنا مش الصوص بقى، التتبيله بتاعت الفراخ نفسها. معايا كوبايه لبن، طبعا اللبن بيدي طراوه جميله جدا للشوي عموما. لو يا سلام اللي بقى، لو اللبن ده دخل على انه يروب كده، او معايا لبن رايب. حطيت اللبن وحطيت عليه 3 معالق مستردة، وحطيت عليه معلقة عسل اسود او صويا صوص لو عندك صويا صوص، والعسل الاسود كمان بيدي تيست عالي جدا. عصرت ليمونة كده، ومعايا توم باودر وبصل باودر وكمون وفلفل اسود وملح، ولا اكتر ولا اقل. توم باودر، بصل باودر، كمون وملح وفلفل اسود، بس كده بس كده. هنبتدي بقى نجيب ايه، هنجيب الخضار بتاعنا نفضيه في طبق كبير كده. التتبيله بتاعتنا تعتبر كده جاهزه خلاص. هبتدي الخضار بقى، هبتدي ايه، اخد فيه شويه من التتبيله عليه كده واحطها عليه. هتبل الخضار بتاعي الاول واركنه كده عشان يشرب من التتبيله بقى ويبقى ايه، حادق كده وحلو، ما يبقاش دلع ولا حاجه. هيبقى معانا طعم جدا، اطعم من الايه، من حته الفرخه كمان. ولسه الصوص اللي هنعمله بقى، خليكم معايا، نعمله صوص خطير حكايه. معايا بقى بقيه التتبيله بتاعتي، هبتدي اتبل بيها الفراخ. طبعا الاجنحه بتاعتي غسلتها تحت الحنفيه وحطيتها في المصفى، صفت وبقتش فيها ولا نقطه ميه، وبقت نظيفه جدا وجميله جدا معايا. هحط التتبيله بتاعتها بقى وانا قلبي جامد كده، واحطها بقى. عندك ساعه تركنيها ماشي، ما عندكيش، هي الجناحه كده كده يعني بتبقى رفيعه بتشرب التتبيله على طول لو حطيتها في الفرن على طول، او حطيتها في السوا بتاعها على طول. مش لازم يعني ايه تركنيها، بس انا ركنتها ساعة، شربت بقى من التتبيلة بتاعتها هي والخضار كده وكانت تحفة. هنبتدي بقى نعمل حاجة كويسة كده للولاد بقى. الجناح زي ما انتم شايفين معايا كده، هكتفه كده زي الحمامية كده، شايفين عاملة ازاي؟ عشان ما نقطعهاش ونقل بركتها، تبقى الايه، القطعه بقطعتها كده ما شاء الله. تحط شويه خضار والجناح في الطبق، يبقى الطبق مليان كده. لو قطعتيها كده بتقل بركتها معايا، انا بحس ان هي بتقل بركتها، بتبقى حاجات رفيعه كده وبتكش، ما بتملاش العين كده يعني. لكن لما تبقى الحاجه ببركتها كده سليمه كده، تملى الطبق معاكي كده وتبقى كويسه ليكي ولولادك ان شاء الله. هنبتدي نهندس بقى ونرص بقى، واحدة بطاطساية، واحدة كوسة، واحدة جزراية، وبعدين الجناح. بطاطساية وكوسة وجزراية. عندك فلفل بقى، عايزة تحطي حطي، عايزة تحطي طماطمية حطي، عايزة تحطي خضار بسلة وحاجات، الخضار اللي ولادك يحبوه حطيه. بس النتيجة اضمن لك ان النتيجة تكون ما شاء الله 100%. الجناح بتاعي بكتفه كده عشان ما يفكش معايا، ويبقى برضو شكله حلو في التقديم. ما يبقاش فاتح كده ومفروض كده وشكله وحش، لا بيبقى متكتف كده، بيبقى شكله حلو جدا في التكتيف، بيبقى مشابه للدبوس وبيبقى شكله حلو جدا. هرص الصينية بتاعتي كده زي ما انتم شايفين معايا كده. احط الجناحة بتاعتي كلها بقى بشكل كده ترصيه، عشان طبعا التقديم لو هتغرفيه في طبق هتحطي بطريقة عشوائية كده.
بس كده بقى بتبقى الصينيه بتبقى شكلها تحفه في التقديم زي ما شفتوا معايا في اول الفيديو كده. هحط الخضار بتاعي كله بقى بين الجناح والجناح كده، احط الخضار لغايه ما اخلص الكميه بتاعتي كلها بالشكل ده كده. احاول الون بقى، احط جزرايه على يعني الوان الاحمر والاخضر كده ايه، جنب بعض كده. وبقت معايا في الاخر بالشكل ده كده. كان فاضل جناح معايا، قلت احطه كده. ما شاء الله شايفين شكل الصينيه كمان وهي لسه ما استوتش ولا حاجه عامله ازاي. بقيت التتبيله اللي باقيه بقى هرشها على الوش كده، ومولعه الفرن بتاعي على درجه حراره ايه 180 او 200. هحط من تحت بس مش هولع من فوق، وهسيبها كده ولا هغطيها ولا حاجه خالص، وهتستوي معايا وهتبقى زي العسل. نحطها بقى في الفرن بتاعنا. نضف الصينيه بس كده عشان اللبن ولا حاجه ما تتحرقش معايا. واحط الصينيه بتاعتي ايه من تحت بس في الفرن من تحت كده، مش هولع فوق ولا حاجه. هبتدي بقى ايه، خدت معايا قد ايه الفراخ؟ خدت معايا حوالي ساعه في الفرن. هنبتدي الصوص بتاعي 3 معالق زبده كبار كده، و3 معالق الزبدة طبعا بتدي التست عالي جدا. 3 معالق صلصة ومعلقة عسل، معايا بابريكا ومعلقة شطة ومعلقة سكر وتوم باودر وبصل باودر وفلفل اسود وملح. الشطة ما تخافيش مش هتبقى حراقة خالص خالص، ده هتديها تست حلو وطعم حلو جدا. ما تقلقيش يعني، لو عايزة تستغنى عنها استغنى عنها، بس هي ما تبقاش الحرية بتاعتها ما بتبقاش باينة خالص. ليه؟ الزبدة بتمتص الحرية بتاعت الشطة نفسها. حطيت ربع معلقة خل عليها. بعد كده بقى عندي كوباية مية ومعلقة نشا صغيرة، ودوبتهم في بعض كده، واحطهم على الايه، على الصوص بتاعي عشان تبقى ايه سميكة كده وحلو. زودتها مية بالشكل ده كده. لما تلاقيها تقيلة معاكي تزوديها شوية مية كده بقى. شفت الملح بتاعها حادق ولا ايه ولا كده، وزودتها شوية ملح. ده الجوانح بتاعتي بعد ما طلعت ما شاء الله. شايفين البطاطس مهرية خلاص ازاي، والكوسة شايفين الجزر ما شاء الله كلها مستوية ازاي. يا كده كده لسه هتتحط في الفرن تاني. البطاطس ما شاء الله مستوية وكل حاجة مستوية، ولون الفراخ ما حطيتهاش تحت الشوية ولا حاجة، بس لون الأجنحة أحمر وجميل ازاي ما شاء الله، تحفة. هنبتدي بقى نحط عليها الايه الصوص اللي احنا عملناه. صوص البافلو ده من احلى الصوصات اللي بتتعمل للمشويات، هي تعتبر دي مشوية بالخضار. من احلى الصوصات اللي بتتعمل للمشويات هو صوص البافلو ده. لو هتعمليه عندك على طول حتى تحطيه جنب الاكل كده بيودي الطعم، بيودي الاكل في مكان تاني خالص. حطيتها كلها سقيتها كلها بكمية الصوص اللي عندي كلها، وبعمل بس الصينية كده عشان ايه الصوص بتاعها ينزل لتحت. هغطيها في المرحلة دي، احط عليها غطا واحطها على النار عشان الصوص بتاعي ما ينشفش. حطيتها في الفرن وغطيتها بس عشان الصوص بتاعي ما ينشفش. شايفين ما شاء الله بتغلي وجميلة ازاي. وده كان الشكل النهائي بتاعها، شكلها وطعمها وريحة تحفة. تبقى ده فراخ، أجنحة فراخ مشوية بصوص البافلو. شايفين تحفة. بألف هنا وشفا يا رب للي أكلوا، بألف هنا وشفا يا رب للي هيجربها إن شاء الله. ويا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد وحصري. وشوفوا بقى المنظر عامل ازاي، والفراخ مستوية جدا وجميلة. هوريكم الجناح دلوقتي مستوي ازاي، والايه والخضار بتاعي مستوي ازاي. شايفين ما يعني، شوف سايبه من العظمه خالص ازاي، والعظميه بتاعتها بيضه وجميله جدا ازاي. وادي الخضار كمان البطاطس، وادي الجزر بسم الله ما شاء الله. يا رب بألف هنا وشفا للي اكل، وبألف هنا وشفا للي هيجرب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.